تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
لله والرحمن النافع الرحيم ذي الأزمان الحمد لله الذي قد جعل ذا النسم سعيا خالصا من جعل أحمده سبحانه وأشكره وبلساني وفؤادي أشكر رب العالمين شكرا وقد كفى كل العدا والمكرا أخلد الشكر له والحمد وقدري عليمها والحمد وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمدا الحبيب وآله وصحبه الرجال من مات بالبشر بلا مجال وبعد فالخلق وجه الله من لسواي ساح كل الله نويت شكره تعالى برجس وغيره ولي وحده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة مطهر الجنان أو إنه مقدمات السود في أخذ أجر الله والرسول أو إنه مخالق النيران في شكر معبود له الداران والله أسأل بوجهه الكريم كون النزال ذا ثواب لا يلين وأسأل الله بحرمة النبي عليه صلى بسلام مذنبي كون النزال قال لي أكبر ردا وكونه سرور الكبرى وكونه فرحة أهل الجنة وكونه لي للجنان جنة وأن يكون فرحة للحور العين ذنة عن المدهور هذا أوان الانصراف للخدم بوجه ربي في البقاء والقدم هذا أوان الانصراف للخدم بوجه ربي في البقاء والقدم وما عند الله خير وأبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني تبت إليك يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت بقلبي ولساني وقلمي في محرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر وجماد الأولى وجماد الثانية ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة مرارا تعظيما وإجلالا لك وخوفا منك وخشية لك واتقاء لصدقك وغضبك واتقاء لمرضاتك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل كل يوم وكل شهر خليلا وحبيبا لي في الدنيا والآخرة شاهدا لي بالتوبة النصوح يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واجعل كل ما كتبته قبل هذا اليوم عبادة مقبولة زكية لديك بفضلك وجودك وكرمك كما هو ظني بك يا أكرم واجعل كل ما يصدر من قلبي وقلبي وجوارحي من هذا اليوم إلى يوم لقائك أكبر رضا عندك بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم واعصمني من كل ما يسرني أبدا واجمع يا جامع يا مغني بيني
والمؤمنين والمؤمنات إخوة أبدا فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تجعل بها قصيدتي هذه من أحب الشكر إليك يا بديع آمين يا رب العالمين. لا إله إلا هو لسان شكري من بعد ذكري بغير مكري مثل هلالي لسان شكري من بعد ذكري بغير مكري مثل هلالي لسان شكري من بعد ذكري بغير مكري مثل هلالي إلى السلام هدي كلامي بلا منامي ولا هلالي أبدي لساني مع لساني لمن كتاني سوى هلالي لقد بدا لي نور هداني بلا جدال ذوي الحوالي الله ربي قد زاد حبي له وعبدي مع الحوالي هو الكريم به أروم ما لا يريم بعد احتوالي أزكى اشتكائي بعد ابتكائي بلا بكائي ولا هواني له ثنائي عند حنائي بلا انثنائي إلى مرائي له نحوت وما جفوت وما سبوت إلى مرائي أما فتوني معطي المتون مع المتون بلا إله هذا المريد نعم فإني فلائي وجعت شكري لموت ذكري بالخير مكري على الخلائق وجعت شكري لموت ذكري بالخير مكري على الخلائق وجعت شكري بالموت ذكري بغير مكري على الخلائق محمدي الخليل مد الخبير والكبير ما لا يدور من البهاء مد الخبير والكبير ما لا يدور من البهاء
يسود عن كل أذى بهاج
فيما مدى وأبدا هل يرنا درجة المنار عند المرسلين بأمرنا مناجا بالرسل إن ابن عبد الله فاق من أعلاه أيديه خالق الزمن ليس يشك أحد في قوله نبينا أحمد نور الكون من نور أحمد إلى هنا خلق كل منير بالبلاء يا من خلق أحمد المختار صلى الله عليه غاب عن سوى مولاه أحمدنا المختار صلى الله عليه غاب عن سوى مولاه محمد ما اشتكى بالكلام تمام غير صلاة بالسلام وجاد لله العلي حياتي وجادني بالصبر والآيات نبينا مال إليه الله جمال لا إله إلا الله نبينا مال إليه الله جمال لا إله إلا الله نبينا مال إليه الله جمال لا إله إلا الله نبينا قال إليه الله جمال لا إله إلا الله نبينا جمال لا إله إلا الله وبآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تدخل بها سرورا لا ينقطع أبدا في قلب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسبب هذه الأبيات في كل وقت وفي قلوب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أبدا آمين يا رب العالمين مد الخبير هو الكبير ما لا يمر من اللهي مد الخبير هو الكبير ما لا يبور من اللهي مد الخبير هو الكبير ما لا يبور من اللهي مد الخبير هو الكبير ما لا يبور من اللهي هبة أولادي اللي وإيدي مع المؤابي ثبتني ما دلالي ما يدلالي أمي علالي بالأجدال من المغابة
wa
إلى